صباح الخير يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب دايما. احنا النهارده هنتكلم عن شكل او الفرق بين الولد والبنت. عارفين يعني ايه ولد ويعني ايه بنت؟ ارفع ايدين. ماشي، هناخد من اول هنا. اول حد رفع ايده اسمك ايه؟ ايلين. ماشي يا ايلين، قولي لي ايه الفرق بين الولد والبنت؟ هناخد بالدور، ننزل ايدينا. يلا ايلين هتقولي الاول ايه الفرق بين الولد والبنت؟ يعني ايه ولد يكون قصير ولا طويل؟ قصير. قصير، شاطرين، برافو عليك. ايه كمان الفرق بين الولد والبنت؟ او ايه شكل الولد؟ البنت شعرها طويل والبنت شعرها طويل، شاطر، برافو عليك. ايه كمان؟ حاجه تاني؟ ايه ده؟ شاطرين، برافو عليك. وايه دي؟ بنت، شاطرين، برافو. بصوا هنحطهم كده عشان زمايلنا التانيين يشوفوا. شاطره، برافو عليكي. البنت لابسه كوفيه. الولد كمان ممكن يلبس كوفيه. الولد هنا عندنا لابس بنطلون، لابس قميص، ماشي، وكوتشي، شاطر، برافو عليك. وايه كمان؟ هنا شعره ايه؟ كبير. لا بص كده، قصير ولا طويل؟ قصير، شاطر، شاطره، برافو عليكي. يعني انا شعري قصير. شاطر. معانا هنا زي مين؟ زي انا وسيف وعمر وياسين واحمد. شاطر، برافو عليك. طب البنات زي مين؟ البنات بقى اللي تقول، حد من البنات يقول. زي مين؟ اسمك ايه؟ مريم وايلن. البنات زي مريم وايلن. رقيه، انت بنات صح؟ شوف البنات بيبقوا عاملين ازاي. الحاجات اللي بنعملها ممكن في حاجات بتبقى مسموح بيها ان احنا نعملها، في حاجات لا ما ينفعش نعملها. يعني في تصرفات وسلوكيات بتكون مقبولة مننا او من غيرنا، وفي حاجات ما ينفعش ان احنا نعملها. زي ايه الحاجات اللي ممكن نعملها في الفصل مثلا واحنا قاعدين؟ نستأذن مثلا قبل ما نقوم نتكلم، او قبل ما ناكل نستأذن المس. ايه كمان الحاجات الحلوة اللي احنا المفترض حاجة من زميلي بستأذن منه، صح؟ اتكلم مع زميلي بطريقة حلوة، صح؟ ينفع ازعق لزميلي؟ ينفع اخلي زميلي يزعق لي؟ ينفع اخلي زميلي ياخد حاجتي من غير ما يستأذني؟ اتنين ولاد ماشي لابسين شنطه، كل واحد فيهم لابس شنطه على ظهره، ماشي. هنا اعرف ايه؟ ان الولاد دول فين؟ في المدرسه او في الحضانه. بيتكلموا بهدوء مع بعض، يعني مش بيزعقوا لبعض، مش بيكلموا بعض بطريقه تزعل بعض، مش بيدوسوا على بعض، على رجل بعض او على ايد بعض، صح؟ ماشي. فهنا الولد بيطلب من زميله حاجه. اللي حصل بعد ما طلب منه حاجه؟ هنا دخلوا الفصل وحطوا الكتب بتاعتهم والكراريس، وواحد بيدي للتاني القلم بعد ما استأذنه. يعني انا معيش القلم بتاعي، فاستأذنت من مريم ان انا اخد القلم. مريم معاها قلم زياده، فقلت لها ممكن يا مريم انا مش معايا قلم النهارده، ممكن اخد القلم بتاعك اكتب بيه؟ فمريم عشان معاها قلم زياده غير القلم اللي هي بتكتب بيه قالت لي ماشي، فهي ادتني القلم بتاعها مش من وراها. فده تصرف ايه؟ حلو، شاطر، برافو عليك، ده تصرف صح. ماشي. ان احنا بنستأذن قبل ايه؟ قبل ما ناخد الحاجه بتاعت زميلنا. وممكن يلبس بنطلون بس مش حاطين له فستان ولا جيبه، صح؟ ماشي. ان انت تروح الجيم وتعمل عضلات زي بابا، ولا تقعد ترسم؟ هتختاري ايه اكتر؟ الجيم. يا سيف، لو انت ممكن تروح الجيم او تقعد ترسم، هتختاري ايه اكتر؟ الجيم. شفتوا بقى الفرق؟ هنا البنات اختارت ايه؟ ترسم اكتر، وهنا الولاد اختارت ايه؟ تروح الجيم اكتر. يعني ده معناه في حاجات الولاد بتفضلها اكتر من البنات. اتفقنا؟ دي الفكره. لكن البنات ممكن تروح جيم عادي خالص، وفي نفس الوقت الولاد ممكن يرسموا عادي خالص. ايه الحاجات المميزه اللي بتبقى في ادوات او استخدامات الولد؟ عارفين يعني ايه ادوات الشخصيه؟ ادوات الشخصيه دي مثلا يعني كلنا هنا في الحضانه كل واحد فينا عنده اداه شخصيه، زي الكراسه بتاعتنا، كل واحد عنده كراسه، صح؟ ايه كمان؟ كل واحد عنده فصل. كل واحد عنده فصل، بس احنا كلنا في فصل واحد، ممكن نشترك في فصل واحد. كل واحد عنده شنطه خاصه بيه، كل واحد عنده قلم خاص بيه، كل واحد عنده استيك. كل واحد عنده استيكه. دي حاجات مشتركه ما بيننا. خش كل حاجه معاه لانش بوكس، شاطره، برافو عليك. الحاجات اللي احنا قلناها دي كلنا معانا قلم، كلنا معانا استيكه، كلنا معانا لانش بوكس، كلنا معانا شنطه، صح؟ كلنا معانا كراسه، ماشي. طب ايه الحاجات اللي بتميز مثلا يعني ايه الحاجات اللي الولد بيحب يلعب بيها؟ ايه الحاجات اللي ممكن تبقى؟ الكوره، شاطره، برافو عليكي. احنا بنلاقي الولاد كلهم بيحبوا يلعبوا كوره. وانا بحب العب العربيه، شاطر، برافو عليك. معظم الولاد او تقريبا الولاد كلها بتحب تلعب عربيه، بيلعب كوره كمان ممكن يلعب عربيه، ماشي. في لبس الولد ايه كمان؟ بيلبس ايه؟ شورت، تيشيرت، اهو تيشيرت. ممكن يكون سؤال، هو الولد هنا لابس لبس ايه؟ يعني خروج، شاطر، قميص وبنطلون. ايه كمان؟ نعرف ايه من الصوره دي؟ هو الولد ده موجود دلوقتي في فصل ايه؟ عارفين الفصول الاربعه؟ الشتاء ده بيبقى ايه اللي فيه؟ الميه بتنزل من المطار. الميه بتمطر من السماء، ماشي. وايه كمان؟ الدنيا بتبقى ايه؟ حر ولا برد؟
في الشتاء، في الشتاء والدنيا مطر، صح شاطرين، الدنيا بتبقى ايه؟ برد. في الصيف حر. شاطر برافو عليك. يبقى الصيف حر، لما الصيف يبقى حر نلبس بكم ولا نص كم؟ نص كم. يبقى الولد هنا لابس ايه؟ يعني الولد هنا في فصل الايه؟ الصيف. شاطر برافو عليك، عشان هي هنا ايه؟ لابسه ايه؟ حاجات تقيله، صح؟ بس ده مش بيعرفنا الفرق ما بين الولد والبنت، هنا بيعرفنا الفرق ما بين الجو عامل ازاي. هنا الجو صيف وهنا الجو شتاء. على البنت وشكل البنت بيبقى عامل ازاي، ايه المختلف بين البنت والولد؟ ماشي. البنوته هنا بتلبس، بصوا تلبس ايه؟ لابسه ايه من تحت؟ لابسه بنطلون. لا هو ده بنطلون، شوف كده تاني. جيبه. شطوره برافو عليك. جيبه فستان. ماشي، الفستان بيبقى حته واحده على بعضها، لكن ايه هي لابسه ايه؟ تيشيرت. وتلبس ايه في ودانها؟ البنت بتاعه ايه؟ سماعه. سماعه في ودانها. لا. بصوا كده رقيه لابسه ايه في ودانها؟ في ودانها رقيه لابسه ايه؟ كلبوش. كلبوش في ودانها؟ لا هنا. لا. انت لابسه ايه؟ سماعه. برافو عليك، حلق. ينفع نلاقي ولد لابس حلق؟ لا. طب ينفع نلاقي ولد لابس جيبه؟ لا. فده يعني دي حاجه البنات بيلبسوا جيبه. ممكن نلاقي بنت لابسه بنطلون عادي، بس مش ممكن نلاقي ولد لابس جيبه، صح؟ في ولد بيلبس جيبه. البنت عامله شعرها ايه؟ دي الحصان، يعني هنا ربط شعرها بايه؟ بتوكه. يعني كمان البنات بتحط توك في شعرها، بس الولاد لا، مش بتحط توك. بس انت مش حاطط، صح؟ لكن البنات بتحط توكه، صح؟ ان احنا مرتاحين دي بتبقى مقبوله عادي، احنا بنحس ان احنا مرتاحين، مش بنبقى متضايقين. بس بقى في حاجه، اول ما نحس ان احنا متضايقين بنعمل ايه؟ لا، اول ما نحس ان احنا حد مسكنا بطريقه تضايقنا او تعامل معانا بطريقه تضايقنا بنعمل ايه؟ بنرفض، بنقول لا. ما ينفعش نضغط على نفسنا ونقبل حاجه مش حابينها او حاجه مش مرتاحين فيها، صح؟ برافو عليكم. ماشي. يعني ده معناه ايه؟ الاحمر، اللون الاحمر ده معناه انه لا، مش مقبول. مش مقبول بقى حد يمسكنا المسكه دي، او مش مقبول حد يتعامل معانا المعامله دي. تمام. اي حد هيتعامل معانا بالطريقه دي او هيمسكنا بالطريقه دي على طول نرفض ونقول لا، نبعد عنه ونروح نقول لبابا او ماما. اتفقنا؟ حد جنبي اروح اقول لبابا او ماما. شاطره برافو عليكي. ماشي. هو ومع حد خطف. او حد خطفنا، بس احنا ما ينفعش نخلي حد يخطفنا اصلا، ندافع عن نفسنا، صح؟ يعني ما نسمعش كلام حد غريب. يعني حد غريب يقول لنا تعالوا تعالوا ناخد حاجه حلوه، ان حد ايه؟ ضربنا على وشنا. ده مكان مش مسموح ان حد يضربنا هنا او اصلا يضربنا. ماشي. بس ده مش مسموح، يبقى لازم ترفضي الحاجه اللي بتضايقك دي. مش احنا قلنا انه في الكروت اللي فاتت هنا كل المشاعر اللي احنا اللمسات اللي احنا حاسينها كان فيها البنت او الولد كانوا مرتاحين ومبسوطين؟ تمام، ما بنقولش حاجه، بنقبلها. لكن اول ما نحس ان احنا مش مرتاحين ومش مبسوطين بنعمل ايه؟ بنقول لا، بنرفض. فما نترددش ابدا مهما كان الشخص اللي بيتعامل معانا او بيمسكنا بالطريقه دي ان احنا نقول له لا، يعني ما نتكسفش. لان احنا من حقنا ان احنا نتعامل او انه اي حد يعاملنا بالطريقه اللي احنا بنحبها. يعني ساجده من حقها انه اي حد منكم يعاملها بالطريقه اللي هي بيحبها، من حقها برضو عليا انه انا اعاملها بالطريقه اللي هي بتحبها، كلكم. طب لو جيت عملت اي حد فيكم بطريقه مش حلوه، انتوا ترفضوا. انتوا ترفضوا، قولوا لا يا مس لو سمحتي ما تعمليش معانا كده. اتفقنا؟ وبعدين بنعمل ايه كمان؟ بنمسك ايده. يعني مثلا انا هاجي اضرب مثلا او امسك مثلا حد، انت بتعمل ايه؟ اي حد يجي يضربك تعمل ايه؟ تضربه هو كمان؟ لا، تمسك ايديه. يعني حد كده يعمل ايده كده، هوريكم يعني مثلا ارفعي ايدك، لا عليا. بصي بنمسك كده من هنا، ده اسمها ايه؟ حركه بندافع بيها عن نفسنا، انه انا بمنع اصلا ان هي تيجي ايه عليا. شاطره برافو عليكي. بس مش هروح اضربها زي ما هي بتضربني لان ده برضو غلط. اتفقنا؟ الايد. ماشي. بص هو هنا ايه اللي حصل؟ ماسكه من ايه؟ من هدومه. بصوا ماسكه من هدومه، اللي هو ايه؟ بيتخانق معاه كده، صح؟ ما ينفعش حد وهو بيتكلم معانا او متضايق او متعصب او اي حاجه، او احنا حتى لو غلطانين، ما ينفعش حد يمسكنا الماسكه دي. ما ينفعش نقبل ان حد يمسكنا الماسكه دي. بنعمل ايه لما حد يمسكنا كده؟ بص هنا الولد بيعمل ايه؟ يعني بصوا ده ماسكه كده من ايديه من هدومه. ماشي. ده بيعمل ايه؟ بصوا التاني الولد عامل ايه؟ بيمنع ايه؟ بيفك ايديه. زي ما انا كده كنت بعمل ايه؟ مسكت ايديها. امسكي انت ايديا كده زي ما احنا اتفقنا، انت امسكي ايديا. شاطره برافو عليك. من فوق هنا
بصي عشان تبقي متحكمه امسكي جامد جامد من ناحيه ايديا. شاطره برافو عليكي. ماشي. روفان كده بتعمل ايه؟ بتمنعني ان انا ايه، ان انا امسكها بطريقه هي ما تعجبهاش. ايه اللي بيحصل هنا؟ مش مقبول. لكن بصوا هنا نزل بايديه لتحت، لا مش مسموح. دي لمسات غلط. ما ينفعش نخلي حد يمسكنا كده. يعني اول ما حد يمسكنا كده لازم نقول له ايه؟ لازم نقول له ايه؟ لا. شاطر برافو عليك. ونعمل ايه؟ نمسك ايديه وايه؟ ونبعدها. شاطر. بيحط ايديه لورا خالص. شاطره برافو عليكي. بيحط ايديك كده. ما ينفعش برضو. كل الحاجات دي تصرفات مش مقبوله. ما ينفعش نخلي حد يعمل لنا كده. ماشي. احنا بنرتاح لما بنحس ان حد ماسكنا كده؟ لا مش بنرتاح صح. يبقى ما ينفعش نخلي حد يمسكنا كده صح. اول ما حد يمسكنا كده بنعمل ايه؟ نقول ايه نقول ايه ادم؟ بنقول ايه؟ لا. شاطر يا عاصم برافو عليك. لا شاطر برافو عليك. بنقول يا ساجده؟ لا. وبنعمل ايه كمان؟ ايه؟ نبعدها. شاطرين برافو عليك. نتعلمها مع بعض. ماشي. لما نيجي نسلم مثلا على حد قدنا او اكبر مننا، ايه الحاجات اللي احنا مقبول او مسموح مننا ومن غيرنا ان احنا نسلم على بعض بيها يعني؟ شاطرين برافو. ايه بصوا ايه اللون ده؟ لون ايه؟ اخضر. شاطرين برافو عليكم. بصوا هنا البنت واقفه وبتضحك وحواليها دايره باللون الاخضر. ده معناه ان كل الصور اللي هنجيبها بعد الكارت ده كلها تصرفات مقبوله او انواع لمسات مقبوله ينفع نقبلها نتعامل بيها مع بعض او مع حد اكبر مننا او اصغر مننا. ممكن نسلم على بعض ازاي؟ بالايد. شاطر برافو عليك. نعمل كده. نعمل كده. لسه هتيجي اهي. ها. شاطرين برافو عليك. كده. شاطر. ها. شاطرين برافو. شاطرين. بصوا اه او ممكن نعمل ايه؟ جيب فايف. ممكن تعملوا لبعض يعني. ايه رايكم تعملوا ده لبعض؟ اعملوا جيب فايف لبعض كده. ازاي؟ كفك مثلا لبعض. يلا انت وعاصم شاطرين برافو عليك. شاطرين. ماشي. يسمح لغيرنا يمسكنا ازاي؟ ايه الاماكن اللي ممكن نسمحه يمسكنا بيها؟ ماشي. غير كده ممكن يعمل لنا على راسنا كده. يعني مثلا ايه؟ ماما مثلا تقول لنا شاطرين برافو عليكم. ماشي. المس مثلا تقول لنا برافو شاطر صح. انت ما عملتلكش. ماشي. دي حاجات ما هنا ممكن عادي حد يلمسنا هنا على راسنا من فوق. هنا على كتف. يعمل لنا كده. يعمل لنا ازاي كده؟ ازاي يا ساجده؟ دي حاجات مقبوله عادي. ممكن مين يعمل لنا كده يمسكنا من خدودنا؟ الام. بابا وماما. شاطرين. ممكن تي يعني ده معناه ان ده موقف مش صح. ايه اللي بيحصل في الموقف ده؟ الولد نايم والتاني مش نايم. هو ايه؟ بص عامل كده. ده معناه ان انا نايمه. انا ايه؟ زعلانه او رافضه اللي بيحصل صح. هنا الولد بيزعق لزميله فده موقف مش حلو. يعمل لها ايه؟ وبيساعدها. هو هنا في الشارع اهو عشان في بيوت كتيره وفي ناس كتيره ماشيه. ماشي. هنا تيتا ماشيه في الشارع وماسكه عصايه عشان هي مش قادره تمشي لوحدها. هو هنا بيساعدها. مسك منها الشنطه اللي فيها الطلبات. ماشي. وبيساعدها ان هي تعدي الطريق. بصوا عندنا موقف صح موقف غلط. ماشي. هنا الولد بيغير هدومه هو في اوضته وقافل على نفسه الباب. لكن هنا غلط. ليه؟ لان الولد بيغير قدام ايه؟ قدام حد تاني. ده مش ده غلط. شوفوا بس الولد هنا اتصرف صح ازاي. يعني ده بيتصرف غلط لكن الولد ده عامل موقف حلو قوي. يعني هو بيغير قدام حد تاني بيعمله اهو. قال بقى عادي. لا. عمل ايه؟ عمل الصح. غمض عينيه. بصوا غمض عينيه وغير وشه عشان ما يبصش. عشان ده موقف ايه؟ غلط. شاطره برافو عليكي.